مروان هيموتك. خلاص يا زياد بقول لك كفايه. لا، قصة لذيذة فعلا، لذيذة. طب وايه بقى، جبنا كام طفل بقى على كده؟ كان نفسي بس ما خلفناش. العيب فيك طبعا. لا انا زي الفل. يعني انت بتكلمني من المستقبل دلوقتي؟ غريبة قوي صح؟ لا لا خالص خالص. انا بس يعني كان عندي كام سؤال على المستقبل كده. يعني مثلا العربيات بقت بتطير فعلا؟ انا بتكلم جد يا مريم على فكرة. كم لازم احذرك من حاجة هتحصل في 2023. 2023؟ مروان مريم، هو ايه العربية اللي وراكي دي؟ طب زياد معلش انا لازم اقفل بس دلوقتي، هكلمك تاني. ردي ردي ردي. إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقاً. رانيا بحاول اكلمك كتير، تليفوني غير متاح. لو سمحتي كلميني ضروري لما تسمعي الرسالة دي. محتاج اتكلم معاكي في حاجة تخص مريم. ضروري يا رانيا. هو حضرتك عايز مدام رانيا؟ اه بس هي سافرت ألمانيا. شكرا. العفو. الو، ازيك سالي؟ عامله ايه الاخبار؟ انا تمام الحمد لله. كنت عايزك في موضوع ضروري. لا معلش يا سالي، ضروري. قولي لي انت فين وانا هجيلك. تمام، انا هتحرك عليك حالا دلوقتي. مع السلامه. لا، ما كانش في حد من اصحابنا اسمه مروان. انت متاكده؟ ايوه متاكده، ما كانش في حد في شلتنا اسمه مروان اصلا. مين مروان اللي دارج مع العربيه ده؟ ثانيه كده. بص، هو تقريبا مريم ارتبطت بواحد اسمه مروان فتره قليله بس ما كملوش. ارتبطت؟ هي مريم ما حكتلكش؟ اصل الموضوع قديم قوي يا زياد، دي من قبل ما تعرفك. اهي الصوره اهي، بس للاسف مش باينه. وده فين مروان ده دلوقتي؟ لا انا ما اعرفوش اصلا، انا ما شفتوش غير هي المره دي. الموضوع قديم قوي يا زياد. يعني انا كل اللي اعرفه ان مريم قطعت علاقتها بيه في فتره بسيطه جدا. كان واد توكسيك وبيمد ايده عليها وبيضربها. ده اللي انا اعرفه. انا لازم امشي يا زياد، معلش. لا معلش يا سالي، انا تعبتك معايا. ازيك يا زياد؟ عامل ايه؟ طمنا عليك. ماشي يا عم، مش زعلان. قبل اي حاجه يا معلم، انا جاي اعتذر لك على الكلام اللي انا قلته عندي في البيت وعلى الطريقه اللي انا كلمتك بيها كمان. حقك عليا، ما تزعلش، انا اسف. انا عارف ان انا انفعلت وضايقتك، بس اقسم بالله انا كنت خايف عليك، وخايف عليك جدا كمان. انا ما كنتش عايز اشوفك بترجع للحاله اللي انت مريت بيها قبل كده. ولا انت بقى ناسي ادمان المهدئ كان عامل فيك ايه؟ جسمك اللي كان بيترعش طول الوقت، الصوت اللي انت كنت بتسمعه بيكلمك في كل حته، الهلاوس اللي انت كنت بتشوفها في كل مكان حتى في مرايه العربيه. اهي السكه اللي انت فيها دلوقتي هي بالظبط. نفس السكوت والسرحان اللي في عينيك، الطريقه اللي بتبعد بيها عن كل حاجه. عشان خاطري يا زياد، بلاش يا سيدي، عشان خاطري
ورحمة ابوك وامك يا شيخ تعالى نلحق الموضوع ده بدري بدري. تعرف ايه اكتر حاجه مضايقاني يا سامح؟ كنت فاكر ان انت هتبقى اول واحد يصدقني. وانا مش جاي اقول انك كذاب، بالعكس انا جاي انبهك انك طول الوقت لوحدك، وانت بالطريقه دي بتغرق، وانا بقى مش هسيبك تغرق. مش هسيبك تجري ورا وهمي مش موجود. مريم مش وهم يا سامح. ماشي، هي مش وهم، اكيد مش وهم، بس خلاص راحت عند اللي خالقها. ارضى انت بقى بقضاء ربنا وقدره، ما انت مش اول واحد مراته تموت. انا مراتي ما ماتتش طبيعي، انا مراتي اتاخدت غدر. انت فاهم يعني ايه غدر؟ هو في ايه؟ هو ما فيش في الدنيا دي غير مريم وبس، حدوته وخلصت وخلاص. انت بقى اللي مصر تشوفها ما خلصتش. ايه؟ هنفضل واقفين عندها العمر كله؟ حياتنا هتقف خلاص؟ اللي راح ما بيرجعش، ما بيرجعش يا زياد. ولا انت نسيت بقى في اول ما اتجوزت انت كنت عامل ازاي؟ انت ما كنتش انت يا استاذ، انت اتبدلت وبقيت واحد تاني، اختفيت وبعدت عننا كلنا، وما كنتش شايف غيرها هي وبس، محبوس جوه العالم بتاعها وهي بس اللي بتحركك، كأنك كنت مسحور يا اخي. في ايه؟ ندعها وندهتها. سامح، لو لاقي اي غلاوه عندك امشي. انا عايزك تفوق لنفسك، انا عايز مصلحتك، افهمني. امشي امشي يا سامح. سلام يا زياد. زياد، انت ازاي ما تحكيليش على علاقتك بمروان ده قبل كده؟ واحكي لك ليه؟ مين مروان يا مريم وتعرفيه من امتى؟ وانت مالك اصلا يا زياد؟ يعني انا اعرفك انت شخصيا من امتى يعني عشان احكي لك على كل تفصيله في حياتي؟ طب لو سمحتي جاوبيني، مين مروان؟ ماشي يا زياد، مروان ده صاحبي، انا وهو بنحب بعض، مرتبطين. عايز تعرف حاجه تاني؟ يعني ايه صاحبك؟ عرفتيه ازاي؟ ايه خليه يرجع في حياتك تاني؟ يظهر في حياتي تاني؟ لا يا زياد فوق، هو انت اللي لسه ظاهر في حياتي. بس انت خبيتي الموضوع ده عليا. خبيت عليك؟ وانت مين اصلا في حياتي عشان اخبي عليك ولا ما اخبيش عليك؟ لا فوق يا زياد، هو احنا مش عشان اتكلمنا كام مكالمه اونلاين هتعتبرني بتاعتك؟ وعلى فكره لو تفتكر انا حاولت اقولك ولمحت لك ان انا في حد في حياتي، انت ما سمعتش الكلام ده، تجاهلته تماما، كانك عايز تسمع اللي انت عايزه بس. ولا هو انت بجد مصدق بقى القصه العبيطه اللي انت عمال تحكيها بتاعت ان احنا متجوزين وان انت بتكلمني من المستقبل؟ مريم لو سمحتي اسمعيني، مروان ده بني ادم مؤذي، هيهينك وهيأذيكي، لازم تسيبيه حالا. انت مش متخيله البني ادم ده هيعمل ايه. زياد انا لازم اقفل، عشان كده الموضوع زاد قوي عن حده. أنا عمري ما تخيلت إن إحنا نبقى بالشكل ده. عمري ما هنسى نظرتك ليا لما كنا بنتقابل. يا مريم ردي، ما تخلينيش أتجنن عليك. طب والله العظيم لخليكي تمشي في الشارع تبصي حواليك. هو أنت فاكرة لما تبطلي تردي عليا مش هعرف أوصل لك؟ أنا لحد دلوقتي ماسك نفسي بالعافية. فاكرة لما كنت بتقولي لي إن صوتي بيطمنك؟ إيه اللي اتغير؟ أنا لسه زي ما أنا يا مريم. مروان أكتر حد فاهمك في الدنيا دي. طب كل لما تعملي بلوك هعمل أكونت جديد ومش هسيبه. أنا وأنت لسه ما خلصناش. برضه؟ ماشي. طب صورك بقى اللي كنت بتبعتها لي زمان لسه عندي. بص عليهم كده، استنى اللي جاي. حضرتك تشرب حاجة؟ هشرب بس ممكن اسالك على حاجه؟ اتفضل. شفت صاحبة الصورة دي هنا قبل كده؟
هي متعوده ان هي بتيجي هنا بترسم، وفي شاب مع عربيه جيب بيعدي عليها، شفتهم؟ لا والله انا اول مره اشوفها. طب معلش، هو انت شغال هنا بالك قد ايه؟ اصل الموضوع اللي انا بكلمك فيه ده من حوالي 6 أو 7 سنين. يا من 6 أو 7 سنين، يبقى اكيد ما اعرفهاش ولا اي حد من اللي موجودين جوه هنا يعرفها. اصل بص حضرتك، الاستاف اللي موجود كلهم جداد، ما بقالناش سنه. بس هي لو زبونه قديمه وكانت متعوده تيجي هنا يبقى اكيد عم زكريا يعرفها. مين عم زكريا؟ عم زكريا ده اقدم ويتر هنا ويعرف كل الزباين. طب هو فين عم زكريا؟ لا هو ما جاش النهارده. طب معاك رقم تليفون او عنوان؟ ثانيه واحده واجيب لك العنوان. اتفضل. سمحت، معلش سامحني. لا ولا يهمك. ممكن بس تعرف العنوان ده؟ بص حضرتك، انت هتلف الصينيه دي وتاخد يمين الجاي على طول. من ورا من هنا؟ اه تمام، شكرا. عفوا. معلش تعب. لا تمام. كنت ماشي ورا ليه يا سامح؟ عشان خايف عليك يا زياد، خايف عليك من نفسك. انت كنت بتعمل ايه وبتدور على ايه؟ انت مالك؟ انت مالك دي؟ عايزني اشوفك بتضيع واقف ساكت؟ اشوف حالك كل يوم من زفت لزفت واقف اتفرج عليك؟ مريم اتقتلت. ما كانتش حادثة، مش حد بيجري بسرعة وخبطها وهرب. اتقتلت. حد واقف بره البيت مستنيها تخرج عشان يخبطها. حد مين؟ انت عرفت ازاي الكلام ده؟ واحد اسمه مروان، كان في ما بينهم كلام، صور. كان بيبعت لها بيهددها عشان ترد عليه. وهي بقى كانت بترد على تهديداته دي ازاي؟ كانت بتعمل له بلوك. كل ما تعمل له بلوك يعمل اكونت جديد عشان يبعت لها منه ويهددها. وانت عرفت ازاي بقى ان هو اللي قتلها؟ شفته، نفس العربية اللي خبطت مريم. شفت العربية وهو جواها ورا مريم كام يوم وانا بكلمها فيديو كول. مريم، وايه العربية اللي وراكي دي؟ طب زياد معلش، انا لازم اقفل بس دلوقتي، هكلمك تاني. تاني؟ بتكلمها تاني يا زياد؟ كنت هكلمها قدامك دلوقتي عشان اثبت لك ان انا ما بيتهيأليش، اني مش مجنون، بس عنك ما صدقت يا سامح. انت سامع نفسك بتقول ايه؟ ما تجيش ورايا. يعني ما كنتش موافق انك تخليني اشوفك، ولما توافقي تبقي مغطيه وشك. نزلي ايدك يا مريم، عايز اشوفك. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ مفيش، انا وقعت. كنت مستعجلة على مشوار وما خدتش بالي، وقعت. وقعتي؟ ولا مروان ضربك؟ مروان بيمد ايده عليك يا مريم، صح؟ انا قلت لك ده بني ادم مؤذي، عشان خاطري سيبيه. في ايه يا زياد؟ ما انا بقول لك وقعت، مفيش حاجة. انت بتكدبي يا مريم. هو بيضربك وانت بتداري عليه ليه؟ انت ليه مكمله معاه؟ ما خلاص بقى يا زياد، انا كويسة. كويسه؟ هو ده منظر واحده كويسه؟ انت بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك؟ هو مصدق عليك كده ازاي؟ اختك فين يا مريم؟ رانيا فين من اللي بيحصل ده؟ هو كان عنده مشاكل في حياته، وبعدين جه اعتذر لي، وانا مصدقاه ان هو مش هيعمل كده تاني. عادي يعني، ما كل الناس بتتخانق. طب وانتي؟ انتي فين يا مريم؟ هو متضايق بيضربك وانتي بتبرري له؟
ده عامل لي غسيل مخ الواطي. انا متاكده ان هو بيحبني، متاكده ان هو ما يقدرش يعيش من غيري، وبعدين انا ما ينفعش انسى ان هو الوحيد اللي فضل واقف جنبي لما اتكسرت. ده اوطى خلق الله. انت مش فاهمه ده هيعمل فيكي ايه؟ انا قلب عليه الدنيا هنا. خلاص يا زياد، خلاص لو سمحت كفايه بقى كده. انا مش مصدقك، والله العظيم ما مصدقك. هو انت ازاي شخصيتك كانت كده؟ انت ازاي كنت ضعيفه كده؟ مروان هيموتك. خلاص يا زياد بقول لك كفايه. لا مش كفايه. اللي انت بتقول عليه ان هو بيحبك ده مش هيسيبنا في حالنا. هياخد عربيته وهياخد مريم. مريم